أتمنى أن ندرك مبكرا أن هدوء البال وسلامة القلب من أعظم النعم، وأن نفهم أن الحياة لا تتطلب جمهورا من الناس، إنما قلة صادقة. وأتمنى أن نعرف أن السعادة لا تحتاج معجزات كونية لتصل إليها، وأن الرضا منتهى طموح الإنسان. أتمنى أن ندرك ليس الشتاء وحده موسم البرد، فالجفاء برد، والخيبة برد، الخذلان برد، وكسر الخواطر برد. يقال إن فصل الشتاء هو فصل الملوك، وقال العرب قديما: لا يعشق الصيف إلا من به خلل، أما الذي يهوى الشتاء فهئيم. فالشتاء والقهوة والمطر أشياء بسيطة، لكنها تهمس في آذاننا أن السعادة ليست حكرا على البشر، بل هي في أجواء تتحدث بلغة الهدوء والسكون. هناك من يجدون راحة الحياة في كوب قهوة دافئ في يوم ممطر، تتسرب من حولهم أجواء الشتاء ورائحة الأرض المبللة بالمطر. تلك الليالي الممطرة، الهواء البارد، قطرات المطر المتناثرة على النوافذ أو متشبثة بأوراق الشجر، وحتى منظر الطريق ليلا تحت الإنارة الخافتة حين تصبح السماء مليئة بالغيوم وكأنها تحضن الأرض بلطف. سلام لعشاق الشتاء أينما كنتم، أنتم من يجدون في هذا الفصل دفء قلوبهم وسكون أرواحهم، ويصنعون من تفاصيله الصغيرة عالما من الجمال لا يفهمه سوى من يدرك أن للسعادة وجوها كثيرة، أحدها هو الشتاء. إنسان سعيد وروتين حياتك هيتغير. 2. اخلق لنفسك وقت تعمل فيه الحاجة اللي انت مأجلها بقالك شهور أو سنين وعارف ومتأكد إنها هتبسط. 3. حوش القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، والفلوس مهمة جدا عشان تسند البني آدم. 4. حط لنفسك هدف واسعى ليه. عايز تجيب شقة، عايز تجيب عربية، عايز تسافر، عايز تتعلم لغة، لازم تسعى لهدف ما تحققه، وبعد ما تحققه تشوف هدف تاني عندك هيعلي منك وهيعلي من قدراتك وهيبسطك في الحياة واعمله. 5. ما تستناش السعادة تيجي في طريقك، انت اللي تمشي في طريق السعادة. 6. ما تضيعش من عمرك وقت مستني فيه حد يجي يسعدك، ابسط نفسك بنفسك، الحياة قصيرة فابسطها حتى لو بأقل الإمكانيات. 7. ابعد عن أي حاجة تجيب لك طاقة سلبية، يعني ابعد عن النكد وغنيله. 8. وقتك مهم جدا لنفسك، ما تضيعوش كله على السوشيال ميديا، اقفل تليفونك، كلم صحابك اللي شبهك وانزلوا خرجوا على الأقل 3 مرات